خلال المسيرة ديالنا في الحياة هناك أناس كيفضلوا أنهم يلعبوا دور البطولة في مسرحية الحياة، وكياخذوا على العاتق ديالهم مهمة صناعة التغيير، في حين أن هناك آخرين كيفضلوا يلعبوا دور الضحية المتفرجة على كل ما كيجري من حولهم دون إبداء أي ردة فعل على القضايا المختلفة، سواء كانت السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. هناك فرق شاسع بين أنك تكون صاحب اليد العليا فيما تتعرض له من عقبات ومطبات على طول الطريق ديال الحياة، ولكن النتيجة غادي تكون زوينة. النتيجة هي أنك غادي ترسم الواقع ديال حياتك بيدك، وبين أن تكون ريشة في مهب الرياح تنتظر دون طائل نسيما عليلا باش ياخذها للشاطئ الآمن من حيث السلام والسعادة. راه النسائم العليلة